اليوم نبدأ من هذه الزيارة التي قام بها وهذا اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. اليوم في تندوف التقى بنظيره الموريتاني، وكانت هنالك عدة مشاريع ونقاط مشتركة ما بين البلدين. بتصريحات للرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تدشين عدة مشاريع مشتركة بين الجزائر وموريتانيا اليوم الخميس، قال أن السلع والبضائع الموريتانية مرحب بها دون ضريبة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمنتجات الجزائرية. كما دعا الرئيس تبون المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في منطقة التبادل الحر والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي. تصريحات أخرى للرئيس تبون اليوم الخميس من تندوف على ضرورة إنجاز مشروع طريق تندوف الزويرات الذي يربط الجزائر بموريتانيا بالسرعة القصوى، وشدد على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز هذا الطريق الممتد على مسافة 840 كيلومتر رفقة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في إنجاز هذا المشروع. وأيضا لفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. بدور أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن شكره للرئيس الجزائري على التزامه بتجسيد المشروع الحيوي طريق تندوف الزويرات، ووفقا لتقارير رسمية وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان، هذا الطريق الاستراتيجي سيتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما سيسمح للجزائر ولأول مرة منذ استقلالها بإنشاء منشأة كبرى خارج حدودها. أيضا يمكن الكلام عن تصريحات أخرى بعيدا عن الطريق، طريق تندوف زويرات. هذا اللقاء بين الرئيسين الجزائري والموريتاني حسب بيان رسمي يعزز التبادل التجاري بين الجزائر ونواكشوط من خلال إنشاء البنوك وتسهيل دخول السلع والبضائع. الجميع الذي كان يلاحظ الزيارات المتبادلة ما بين الجزائر ونواكشوط كانت هنالك حيوية في الزيارات وعلاقات ربما وصلت إلى مستوى مرتفع جدا. حتى وزير الخارجية أحمد عطاف قال بأن العلاقات الجزائرية الموريتانية بأبهى شكل يعني يمكن أن تتطلع إليه العاصمتين الجزائر ونواكشوط أو الشعبين. أيضا في التطور بين الجزائر وموريتانيا، افتتحت الحكومة الجزائرية في سبتمبر فرعا لبنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو أول بنك تفتتحه الجزائر خارج البلد. حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر انتقل من أقل من 2 مليون دولار إلى نحو 200 مليون دولار بعد فتح المعبر الحدودي. وتسعى الجزائر من خلال البوابة الحدودية مع موريتانيا إلى الوصول الآمن لأسواق الدول الإفريقية المجاورة. نعطيها لكم باختصار. لكل من الجزائر وموريتانيا مصالح بتقوية التعاون. الجزائر تسعى لتنويع اقتصادها، وهي تعتبر أن موريتانيا هي بوابتها نحو غرب إفريقيا ونحو إفريقيا جنوب الصحراء. كما يمكن أن تكون موريتانيا بوابة الجزائر نحو المحيط الأطلسي في المستقبل، وبخاصة إذا تم بناء سكك حديدية تربط البلدين. هل كان يمكن لهذه التفاهمات أو الصفقات أو المشاريع الاقتصادية أن تنجح دون تفاهمات سياسية؟ لا. يعني كل هذه الصفقات والمشاريع سواء التي تم إنجازها أو التي سيتم إنجازها كلها نابعة من أرضية صلبة، هي التفاهمات السياسية الموجودة ما بين الجزائر ونواكشوط. مستوى التنسيق السياسي في كثير من الملفات توجد بين يعني مستوى التنسيق عالي جدا بين البلدين. موريتانيا تسعى إلى علاقات متوازنة في المنطقة من حقها. الجزائر تسعى أيضا للحفاظ على مصلحتها من حقها. ولا شك بأن من يحرك الزيارة اليوم هو هي المصلحة الاقتصادية في الظاهر، ولكن يعجبني أيضا تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأيضا في رسالة إلى الرئيس الغزواني بأن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا
ضاربة في القدم ومبنية على الدم والتاريخ، يعني مسائل كلها متكاملة فيما بعدها.